كده. انا الهام عبد الهادي عبد الباقي محمد، ساكنه في ولايه دكرور في 6 اكتوبر. كان عندي بيت، كان عندي اولاد، وكان عندي زوج، وكان عندي كل حاجه، وكنت عايشه حياه حلوه. ربنا الحمد لله الحمد لله على كل شيء وعلى كل اللي ربنا يدولنا. فبيتي راح مني واولادي وزوجي وراحوا مني واستودعهم عند الله، توفوا. البيت وقع نار وما بقاليش حد، ما بقتش الا انا ولا لوحدي في الدنيا. ما بقتش عارفه اعمل ايه، وانا ست كبيره ولا اقدر اخدم في بيوت ولا اقدر اشتغل ولا اقدر ابيع. كنت محتاسه بهمي وبلقمتي، اتبهدلت كتير لغايه ما ربنا ادلني على اني ابيع مناديل واقف في اشاره. الاشاره دي قدام كليه فنون الجميله، بقيت اروح وابيع فيها. يجي عليا الليل بقيت محتاسه بنومتي، بقيت مطرح ما ببيع بقيت بنام، وربنا شاهد على كلامي. في ميدان الجيزه سعادتك عند الباب الرئيسي بتاع جامعه القاهره، يعني عند مش بعيد عن جنينه الحيوانات. احنا هنا قدام الكليه، قدام باب الكليه بتاعت فنون جميله، وانت رايح على باب تجاره. المهم انا بقعد في المكان ده بقالي 5 سنين، لان من 2007 وانا حالي تعب. 5 سنين والكل يشهد هنا في الميدان وعارف مين انا. ففي يوم في شهر 12 اقسم بالله زي ما بحكي لكم كده، هذا القصه حصلت معايا. كنت نايمه ومتغطيه ببطانيه ومغطيه وشي عشان محدش يشوفني وانا نايمه في الشارع مكسوفه. فلقيت واحد بيطبطب عليا وبيقول لي انا عارفه صوره محمد مرسي من الشارع، من ميدان الجيزه ومن الحيطان وكده، عارفه ان ده الريس وهي دي صورته. لقيته قدامي بيطبطب عليا، انا مش متاكده عشان متعوده وان اشوف الاقي الريس ده ماشي بموكب وبحرس وبعربيات وموتوسيكلات وده. انا لقيت عربيه واحده والسواق بتاعه وهو بيطبطب عليا وبيسالني انت نايمه النومه دي كده ليه يا امي والساعه 2:30 بالليل؟ قلت له والله يا ابني، ورحت حكيه له اللي انا حكيته لكم ده بالظبط، لا سالني على دليل ولا اثبات ولا اي حاجه. راح مطبطب عليا وسابني ومشي. انت قاعده هنا على طول يا امي؟ قلت له يا ابني هروح فين؟ طب يا امي بتقضي حاجتك فين؟ قلت له في جنينه القربان يا ابني، بخش جنينه القربان اقضي حاجتي فيها. قال له الله يكون في عونك يا حاجه، وسابني ومشي. تاني يوم الصبح، مش هقول لك بقى، الصبح كانت حوالي الساعه 8:30 9، ما تكترش عن كده، لقيت عربيه قدامي وقال لي يا امي عرفت لان كان السواق اللي هو معاه هو كان مع الراجل التاني. خدتي وقال لي الريس جايب لك مكان تقعدي فيه وبعت لك مصروف شهري وما تنزليش وتهيني نفسك، وهو متكفل بيكي لغايه ما ربنا يأذن بامانته، انت كفيله ومسؤوله منه. لقيت شقه دخلتها، شقه فيها سرير، لقيت على السرير اقسم بالله زي ما بقول لكم كده يا جدعان، لقيت على السرير المصحف وسجاده صلاه على السرير، ولقيت حاجات اقضي بيها غرضي ومعيشتي، ومكان 4 حيطان وسقف يداروا ليا، ست كبيره. المهم فرحت في الشقه وادوني العقد بتاع الشقه واداني الظرف فيه 500 جنيه، وقال لي لو ده مش هيكفيكي قولي، لو ده مش هيقضيكي قولي لنا. قلت له الحمد لله يا ابني مش ما بطلبش اكتر من كده. وبقوا يدفعوا لي الايجار، يجوا كل شهر يدفعوا لي الايجار ويديني الظرف اللي في المبلغ ويديني وصل الايجار ويتكلوا على الله. والله ما هو المشهد كله ما بيكملش دقايق، وهم واقفين يسالوني عايزه حاجه، تعبانه، مريضه، فيكي حاجه، ويروح مديني الظرف ووصل الايجار ويروحوا سايبيني وماشيين. اقسم بالله هو ده اللي حصل، اللي انا بحكيه لكم دي هي الحقيقه. ولا انا من الاخوان ولا اعرف يعني ايه اخوان، انا ست جهله وعلى الله ما اعرفش اي حاجه. انا اللي جابني عشان اعرف الناس من محمد مرسي وقد ايه الراجل ده بيعمل لربنا، ما بيعملش عشان حد يشهد ان ده رئيس جمهوريه. موقف زي اللي عمله معايا ده من شاهد عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، والله ما في حد غير ربنا والاشارج اللي كان واقف في الاشاره. يعني الكلام ده كان اول شهر 12 يا ابني، وكانت النطره منطره، وكانت الدنيا ربنا اللي يعلم بيها شتا جامده، شتا جامده. حتى دور على حاجه
هو ده محمد مرسي وهو ده اللي عمله معايا. طردوني من الشقة، الشهرين طردوني من الشقة وما رضيوش يدوني حاجة منها، وخدوا مني عقد الإيجار وخدوا الوصولات. ضحكوا عليا قالوا لي هنجدد لك العقد، خدوا مني العقد والبطاقة والوصولات، ما سابوليش أي إثبات، لكن المكان موجود وعندي استعداد أوديكم وتسألوا فيه لو أنتم مش مصدقين كلامي. نعم يا ابني. صحابات الشقة يا ابني قالوا لي هات العقد نغيرهولك، وبعد ما خدوا مني العقد قال لي لا يا أمي فضلنا شقة عشان الراجل اللي كان بيدفع لك الإيجار بقاله 3 شهور واحنا صابرين عليكي. طب ازاي 3 شهور؟ وازاي الناس بتيجي تديني الظرف ويدوني وصل الإيجار؟ بالله عليكم قولوا لي ازاي 3 شهور؟ أنا صدقكم الشهر ده من أول الشهر ده لكن 3 شهور دي لا مستحيل، لأن كل شهر أول يوم في الشهر يجيني الظرف ويجيني وصل الايجار. والله يا اولاد والله زي ما بقول لكم كده، اول يوم واحد في الشهر يجيني الوصل الايجار ويجيني الظرف اللي فيه ال 500 جنيه. كان معايا وصل لغايه شهر 5 اللي هو ينتهي 30/6 يعني. انا بس رجعت للشارع تاني يا ابني، رجعت للشارع تاني وبنام في الشارع. انا مش بطلع العب اقول كده عشان والله ابدا ما عايزه مساعده لحد، انا طالعه اقول كده عشان اعرف الناس مين هو محمد مرسي، وكان بيعمل ده لوجه الله مش عشان حد ينتخبه ولا عشان شعب ولا عشان اي حاجه، لكن كان ما بيعملوش قدام حد، كان بيعملوا لربنا بس هو اللي شاهد عليه، كان بيعمل ده معايا وربنا بس اللي شاهد عليه، ما كانش بيعملوا عشان حد ينتخبوا رئيس ولا يعملوا رئيس، كان بيعملوا لوجه الله وادانا وليا وبيستر وليا، كان بيستر وليا ست كبيره ابو سته ملهاش حد. هو ده محمد مرسي، هو ده الراجل عامل كتاب ربنا، وربنا يشهد انا جايه هنا عشان ابين لكم مين محمد مرسي، مش هقول لكم اكتر ولا هتنقل من هنا. يخشوا بدباباتهم بطياراتهم بموتوسيكلاتهم بعربياتهم، انا مش هتنقل من هنا. وعلى فكره انا ما بنامش جوه معاهم، انا بنام على الرصيف بره على البوابه، يعني مش عايشه في وسطهم عشان يقولوا انا من الاخوان، انا عايشه بره ومش هتنقل من مكاني الا لو هو يرجع يا اما انا اموت، ما عنديش خيار تالت، يا انا اموت شهيده يا الرئيس محمد مرسي يرجع، تالت ليا ماليش بديل تاني، هم دول الحلين اللي عندي. انا طالعه بقول لهم ده عشان انورهم من محمد مرسي، والناس اللي بيقولوا عليه بيتاجروا بالدين، والناس اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول عشان كرسي ولا عشان عرش. اللي عملوا معايا ده يا جدعان كان مين شاهد عليه؟ كان وزراء، كان رؤساء، كان ناس بتنتخب بيعملوا كده عشان يتفشخر الناس تنتخبه. والله العظيم اللي عملوا معايا ده ما يشهد عليه غير الاتنين اللي كانوا بيجوني كل شهر واشارج المرور، اقسم بالله ما حد يعرف اكتر من كده. كان بيعملوا لوجه الله لست وليا، كان بيقول لي ما ضمناش الزمن يا امي، كان كل اللي بيطالبوا مني قبل ما يمشي قال لي يا امي ربنا يتولاكي ويرعاني ويقدرني اني ارعاكي. انا معلش سامحوني مش ولا بعرف ارتب الكلام ولا اقول كلام بالزوق، انا بقول لكم اللي حصل بكل عفوائيه وبكل ما اعرفش، سامحوني بقى يا ولاد، هي دي اللي حصل. والله كان كل اللي بيقولوا لي ربنا يقدرني واني اتولاكي وارعاكي يا امي، ادعي لي ان لا ربنا يتولى ارعاكي انت في رعايتي، هو ده. وهي دي المره الوحيده اللي شفت فيها محمد مرسي، ما شفتوش تاني، كان كل مره بيبعت لي كل شهر الاتنين دول، لا جاب لي بقى لا وزراء ولا ناس بتنتخب ولا وداني لحد قال لهم قال لي احكي لهم، ولا هي المره اللي شفتها اللي ساعدني فيها وفضل فعلا متبنيني لغايه اللي حصل لغايه 30/6 لغايه ما مشوني من قلب الشقه. هو ده اللي حصل وربنا شاهد على كده، والشقه موجوده وصحابات البيت موجودين والمكان موجود، لو الناس هتنكر المكان مش هينكر، والجيران مش هيركنوا، الجيران اللي كانوا شايفيني مقيمه في الشقه مش هيركنوا لان ما لهمش مصلحه ان ينكروا.